السلام عليكم، ان شاء الله راكم كامل بخير. اليوم جبت لكم هاد الكيكه تاع الدوز اللي راهي دايره حاله، ولكن انا ما درتهاش بدوق لافاني، درتها بدوق الشوكولا بما اني نبغي انا الشوكولا. ولادي الثاني يبغوا الشوكولا، درتها بدوق الشوكولا كنوع من التغيير. وايضا هكا اقتراح جديد لكم، ديروها لعائلتكم ولا ضيافكم، ولا خاصه الاحتفالات راهم جايين على الابواب باش تقدموها مع العصائر ولا مع مشروبات، غادي يجوا شابين وبريزونطابل وبنان بزاف. هنا تبعوا معايا الطريقه. هنا عندي 3 حبات تاع بيض، عندي 12 ملعقه تاع السكر. هنا كما قلنا دوز يعني كل مقادير 12، يعني كاين 12 ملعقه تاع زيت و12 ملعقه تاع حليب، وايضا 12 ملعقه تاع فرينه. هنا الملعقه تاع السكر ما تعمروهاش، ما ديروهاش بومبي بزاف، غادي تكيلوها تخرج لكم كاس معمر تاع السكر اللي هي 12 ملعقه. تخلطوها مع البيض، ماشي شرط تستعملوا الخلاط الكهربائي. من بعد كي تخلطوا السكر مع البيض زيدوا الزيت بشويه بشويه وانتم تخلطوا. اذا بغيتوا تستعملوا الخلاط الكهربائي ما كاش مشكل. هنا ايضا حليب 12 ملعقه تاع حليب، تزيدوا بشويه كيما راكم تشوفوا. طبعا هذه الكيكه اللي عندهم تجربه في هذا الدومين تاع الحلويات ولا غادي ممكن يجربوا يشوفوها ويقولوا باللي تشبه بزاف واحد الكيكه دارت واحد الوقت حاله كبيره، وبزاف منكم اللي عجبتهم واللي مازال ما جربوهاش هذه فرصه باش يجربوها. هنا درنا الحليب ودرنا درت ملعقه صغيره تاع نسكافيه يعطيها بنه رائعه بزاف لاني ما درتش لافاني. وغادي ندير الكاكاو. طبعا النسكافيه يعطيها بنه خير وخير، اذا ما كانش عندكم نسكافيه ممكن تستغنوا عليه وديروا لافاني. انا درت 12 ملعقه تاع فرينه مع كيس ونص تاع خميره تاع الحلويات، وزرت ملعقه تاع كاكاو. هنايا الملعقه تاع كاكاو جاتني ما كفاتنيش، بغيته يجني فونسي اكثر من هكا، اذا زدت نصف ملعقه تاع كاكاو يعني مغرف ونص تاع كاكاو. اذا بغيتو تروحوا حتى 2 ملاعق معليش ما كاش مشكل، روحوا حتى 2 ملاعق تاع كاكاو. هنا جبت الصينيه تاع 30 سنتيم على 24 سنتيم كما راكم تشوفوا، دهنتها بالزيت والفرينه وفرغت الخليط تاعي كامل كما راكم تشوفوا مشيته. ودرت هذه العفسه تاع الكيردون باش تعطيني نيفو واحد تاع الكيكه على ما طيب. دخلوها طيب في الرف الفوقاني كامل، غادي تاخذ حوالي 25 دقيقه طياب. ممكن ما تشعلوهاش كامل الفوق. هنا جاتني عاليه بزاف مع البلا، لذا درت هذا البلاستيك هكا باش عند ما ندير الكريمه ما تروحليش هاك وهاك. ولا اذا كانت موجوده عندكم لا ينباع في الحوانت هذاك الشريط تاع لي كيك، ممكن ايضا تشروه وتستعملون انه غادي يفيدكم بزاف. وكما نقول لكم ما تستعملوا تعاودوا تغسلوا تعاودوا تستعملوا مره اخرى، لانه كما نقولوا ما ترموش. هنايا جبت 12 ملعقه تاع حليب عادي، درت لها ملعقه صغيره تاع نسكافي وسقيت الكيك تاعي بعد اكيد ما برد. هنا نوضوا نجيبوا الكريمه بنينه بزاف بزاف بزاف، صدقوني جربوها. عندي 5 ملاعق تاع شونتي كما راكم تشوفوا. جبت هذا الياغورت بذوق الفاني، نصها فاني ونصها كراميل، بنين بزاف. درت واحد كومبلي. هنايا صراحه درتهم في الكونجيلاتور باش يبردوا معايا باش يطلعوا معايا بسهوله، ولكن خليته جمد. ولكن معليش نتوما ما تخلوش حتى يجمد، فرغوا علبه واحده ونص دو تاع الكراميل وخلو تاع الشوكولا لانه غادي نسحقوه في التزيين. وزيدوا معاه ملعقتين ولا 3 تاع ماء ولا حليب بارد باش تجيكم خفيفه شويه هذه الكريمه. وطلعوها عادي بالباتر، طلعوها مليح، خاصة إذا كانت عندكم بودرة شونتي مليحة تجيكم كريمة بنينة بزاف. أنا هنا بغيت ندير لها حتى إضافات، جاتني بذوق داك الياغورت بنينة، جاني بنين بزاف. واطاليتها على كامل المساحه كما قلت لكم. هذاك الشريط اللي درته تاع العلب بلاستيكيه ساعدني بزاف هكا باش يعطيني نيفو واحد عندما نيطالي الكريمه تاعي. سكنتها بالكوبات كما راكم تشوفوا. اكيد نعاود ندخلها الكونجيلاتور ولا الفريجيدان باش تجمد معايا. هنايا ديك النص تاع البنينه درتها في بوش كيما هكا جوطابل، ودرت خطوط. اذا ما كانش عندكم هذا البنينه ولا درتو ياغورت نوع واحد اخر كراميل ممكن يجي، اي نوع ممكن يجي. هنا ديروا شوكولا تختينه ايضا يجيكم معاكم مليح. ديروا خطوط كيما هكا وجيبوا كيودون وديروا خطوط تاع الملفاي عادي كراكم تعرفوها. واذا ما تعرفوهاش شوفوني كي درت الخطوط بعد بيناتهم مره في اتجاه وعكست الاتجاه الثاني. نعاودو ندخلوها الثلاجه باش اكيد تماسك مليح. دائما هادو نديرهم في الاتساع باش يشدوا وقتهم هكا باش هذيك الكيكه تتشرب، وايضا الكريمه تحكم روحها عندما تقطعوها تعطيكم هكا طرونش ولا قطع تكون شابه وحاكمه روحها. وهذه هي النتيجه النهائيه كما راكم تشوفوا فيها. كما قلت لكم تقدموها مع عصائر ولا
كاش حفلات ولا عندكم ضياف ولا غادي تجي تحمر الوجه وتجي بنينه، اكيد انها فيها اذواق كلها، تزيدها بنه على بنه. جربوها، هذه كي كتدوز دوز بذوق الكاكا ولا شوكولا. ديروها على ضمانتي. خلوا لي في التعاليق وقولوا لي واش رايكم فيها.